طب ليه احيانا طرف من الطرفين بيحس ان الزوج او الزوجه مش بتسمع؟ انا مثلا لو انا هقعد اتكلم معاكي دلوقتي مش لازم في نفس الوقت انت كمان تقولي لي انت حاسه بايه. ايه الحاجات التانية اللي برضو نحاول نتجنبها عشان المشكله ما تكبرش ويحصل مشكله كبيره في البيت؟ هو في فرق بين السمع والاستماع. ممكن انا امتحنه بس سمعني. طب انا قلت ايه؟ اتنين بيأتاك بعض او اتنين بيخبطوا في بعض، فطبعا المناقشه بتروح في حته تانية خالص. لما موضوع قديم يتفتح ممكن نحله بطريقه صحيه. احنا مش لازم كل الكلام يتقال في نفس الوقت في نفس اللحظه في نفس القعده. احنا مشهورين بيها. فاكر من 7 سنين أيوة. لما كنت لابسه الفستان ده وما قلتليش انت حلوه؟ ده احنا يعني اساتذه في الحته ديت ان احنا نحب نجيب اللي فات من القديم. مفيش حاجه بتتنسي، كله مكتوب. هما بينسوا بسرعه قوي، احنا بنفضل. جوزك لو شاف اول بس فيشل اكسبريشن وعارف ان لا في بوس كده معتبر احنا شاطرين فيه قوي. لكن لو انا داخله الموضوع مجرد ان انا هستخدمها كاداه او كوابن ان انا عشان اتاك بيها. حنان قولي لنا امتى الكابلز المفروض يلجأوا لثيرابيست؟ وهي دي المشكله ان الناس بتيجي للثيرابي سيشن لما بيبقوا وصلوا لاخرهم. مين الاكثر الاصعب يروح للثيرابيست، الراجل ولا الست؟